وقفنا الجزء اللي فات لما أزيف أخد جيا لمكانه المفضل وبدأ يشاور لها على النجوم، وهي انبهرت جدا بالمنظر الجميل وكانت سعيدة. وهنا استغل أزيف الموقف وبدأ يقرب لها، بس هي اتجنبته وبعدت عنه، فهو اتضايق إنها رفضته وكان مستغرب، واعتذر لها لأن هو ضايقها وقال لها إن هو عمل كده لأنه سعيد إن هي معاه، وإن هو بيعتقد إن هما هيكونوا مع بعض في المستقبل. فبتبكي جيا وبتكون حزينة لأنها مضطرة إنها ترفضه بالرغم من إنها بتحبه، وإنها هدفها الوحيد حاليا إنها تمنعه من إن هو يأذي أو يقتل أي شخص. ولما كانوا في طريق رجوعهم بدأت إنها تلوم نفسها إنها وافقت إنها تخرج معاه من البداية، وإنها فكرت في مشاعرها وبس، وإن هو أكيد أصبح حزين بسببها. وفعلا أزيف فضل يفكر في أمرها وبيتسائل ليه هي بتتصرف معاه بالطريقة دي، بالرغم من إن هو متأكد إنها بتحبه، وإن هو عاوز يعرف حقيقة مشاعرها اتجاهه، لأن قلبه بدأ ينبض بحبها. وبيوصلها أزيف لمنزلها، ولما حاولت إنها ترجع له ملابسه هو رفض لأن الجو برد عليها، وترجاها إنها تزوره وما تبعدش عنه ولا تدير ظهرها ليه. أما هي فكانت نظراتها كلها إحساس بالذنب إنها مش قادرة تقوله على الحقيقة، وإن هو كمان لو عرف إن والدها هو العدو اللي أشعل النار في منزله وهو صغير وقتل أمه فأكيد هيكرهها وهيحتقرها. وقررت بإنها لازم تجعله بعيد عنها وعن والدها علشان تحميه، وإن الأفضل ليه إن هو يقابل فتاة أفضل منها. ولما سألها إذا كانت هي هتزوره تاني ولا لأ أكدت له بإنها هتزوره لأن هما أصدقاء. وبتدخل جيل غرفتها من النافذة وبتودعه وهي حزينة، وفكرت بإنها مستعدة إنها تضحي بحياتها لحمايته، وإنها مش هتجعل مصيره يوصل للظلام مرة تانية. وهنا بتتفاجئ جيا بإن خادمتها كانت نايمة مكانها علشان محدش يكتشف غيابها. وبيفضل أزيف يفكر في كلام جيا بإن هما أصدقاء وبس، وتسأل هل هي ممكن تبعد عنه تحت مسمى إن هما أصدقاء، وافتكر مواقفهم السابقة مع بعض اللي بتدل على إن هما أكتر من أصدقاء. في اللحظة دي بيقرر بإن هو مش عاوزها صديقة ليه، لكنه عاوزها إنها تكون حبيبته. تاني يوم جيا شكرت خادمتها إنها اتصرفت ونامت في سريرها. فجأة بتدخل إليسا عليهم وبتعانق جيا وبتطمن على صحتها وإذا كانت هي أصبحت بخير ولا لسه مريضة. فبتفهم جيا إن سيا هي اللي ادعت إنها مريضة علشان محدش يكتشف غيابها، وطمنت أختها إنها بقت بخير. وهنا بتشوف إليسا ملابس أزيف، فحاولت إنها تاخدها علشان تمزقها، لكن جيا منعتها وقالت لها بإنها لازم ترجع له ملابسه. فبتتضايق إليسا إنها عاوزة تقابله تاني. وبيظهر أزيف وهو في حديقة قصره مع حصانه، وسأل ألمور إذا كان هو نفذ أمره وجمع المعلومات عن السيدة جيا، فبيخاف منه ألمور وبيقوله بإن هو لسه ما توصلش لأي معلومات جديدة تخصها. فجأة بيبلغهم الخادم بإن السيدة جيا موجودة عندهم، فقرر أزيف بإن هو هيروح لاستقبالها بنفسه. وبمجرد ما بتنزل جيا من عربيتها بتسمع صوته وهو بيرحب بيها وهو سعيد، وطلب منها الدخول، وأمر سواقها بإن هو يغادر وقال له بإن هو اللي هيرجعها بنفسه لأسرها. بس لما بيحاول السواق إن هو يرفض بتأمره جيا بإن هو ينفذ أوامر أزيف ويغادر، فبيمشي السواق فعلا وبيسيبها معاه. وعرض عليها أزيف إنها تركب معاه الخيل، فهي رفضت لأنها مرتدية فستان، واعتذرت له إنها وصلت من غير ميعاد، وقالت له إنها جات له علشان ترجع له ملابسه وهتمشي بسرعة. فبياخد منها أزيف الملابس وهو مستغرب، وطلب منها إنها تنتظره، ودخل غرفته وهو غضبان وفضل يتسائل ليه هي رفضته بالأمس، وليه هي جات له بالسرعة دي، وليه عاوزة تمشي بسرعة، وفضل محتار في أمرها وسبب رفضها ليه. فجأة بتجيله فكرة، فأخد إزازة سم وهو بيسأل نفسه هل تصرفه هيكون صحيح ولا لأ، وقرر بإن هو مش هيسمح لها برفضه تاني أبدا حتى لو هو هيتألم. وبياخدها أزيف على حصانه وهي بتكون سعيدة بجمال الغابة. وفجأة ومن غير ما هي ما تلاحظه بيخرج هو السهم المسموم وبيبان كأنه هيضربها بيه، بس المفاجأة إن هو بيطعن الحصان، فبيصور الحصان وبيوقعهم هما الاتنين من عليه. وبيحاول أزيف إن هو يحميها فبيقع على ظهره، فبتخاف جاية عليه وبتحاول إنها تساعده، بس هو بيكون كتفه انكسر وبيفضل يتألم منه. واعتذرت له جيا وكانت معتقدة إن هما وقعوا بسببها هي، بس هو قال لها إن اللي حصل مش غلطها، وإن هو عنده أعداء كتير وأكيد حد فيهم هو اللي سمم الحصان علشان هو يخسر حياته. وقال لها إن هو حاول يبعدها هي عن الخطر على قد ما يقدر. فهي بتتأثر جدا بكلامه وبتطلب منه إن هو ما يقلقش عليها لأن هو اللي اتأذى مش هي. ولقت جيا شنطة إسعافات وقررت إنها تسعفه، فطلب منها أزيف إنها تساعده لخلع قميصه لأن دراعه مكسور، فبتخجل جدا بس بتضطر إنها تساعده. وبمجرد ما بيخلع أزيف قميصه بتتفاجئ جيا لأن جسمه بالكامل بيكون مشوه بسبب علامات التعذيب اللي عليه، فطلب منها أزيف إنها ما تنظرش لجسمه لأن شكله قبيح، وقال لها إن والدته كانت قاسية عليه. فبتتأثر أكتر وبتفتكر الرواية والعذاب اللي هو تعرض له والندوب اللي فضلت على جسمه، وإن هو عاش وحيد بما فيه الكفاية. وبدأت إنها تبكي وسألته إذا كانت الندوب دي بتألمه ولا لأ، ووقعت على الأرض. فحاول هو يهديها وقال لها إن عدى وقت طويل عليها وحاليا مش بتألمه أبدا، وطلب منها باستغراب إنها ما تبكيش، بس هي فضلت تبكي وطلبت منه إن هو ما يأذيش نفسه، وقالت له إنها هي اللي هتحميه في المستقبل. وكان أزيف مستغربها جدا ومتفاجئ من رد فعلها وكلامها،
وما كانش فاهم هي تقصد ايه، وهي فاجأته أكتر وقربت منه وهي بتبكي. فاتسأل أزيف ليه هي بتبكي كتير كده، وفكر بإن هو بس كان عاوز يخوفها مش أكتر ويخليها تنظر ليه بتعاطف، وحاول إن هو يوقفها عن البكاء، بس هي بتنهار وبتبكي أكتر وأكتر، وبتفضل تشد في الأرض وهي بتطلب من العلامة اللي عندها إنها تختفي. كل ده وبيكون أزيف بيحاول إن هو يهديها، بس فجأة العلامة بتتوهج وبيخرج منها قوة كبيرة وبتنتقل لجسم أزيف، وبتبدأ إنها تشفي جروحه بالكامل. فبيتفاجئ هو لما بيلاقي إن الندوب وآثار التعذيب عنده بتختفي، وسأل جيا إذا كانت هي اللي عملت كده وأخفت الندوب اللي عنده، بس فجأة جيا بيغمى عليها وبتقع بين إيديه، وهو بيكون خايف عليها، وبياخدها أزيف لقصره علشان ترتاح. وبيقول له الطبيب إن مفيش أي علامات بتدل على إنها عندها قوة خاصة، واقترح عليه إن هما يخلعوا ملابسها للفحص، بس هو مش بتعجبه الفكرة وبيأمر ألمور بضرطهم، وفضل هو جنبها يراعيها. ولما بيلاقي إن فستانها اتسخ بيخلعه علشان هي تحس بالراحة، وبيدخل عليه أرمور ومعاها الطبيبة وبيكون صوته عالي، فبتقلق جيا من نومها. فبيفرح أزيف وبيطلب من الطبيبة إنها تفحصها، وفعلا بتفحصها الطبيبة وطمنته إنها بخير ومفيش عندها أي إصابات. وبتكون جيا مش فاكرة أي حاجة حصلت، وسألته ليه هي اللي مريضة بالرغم من إن هو اللي اتأذى. ففكر أزيف بإنها أكيد مش عاوزة أي حد يعرف باللي حصل وبالقوة اللي عندها، ووعدها بإن الأمر هيفضل سر ما بينهم. بس هي مش بتكون فاهمة قصده، وسألته إيه هو السر ده. فسأل أزيف نفسه هل هي فعلا مش فاكرة أي شيء، ولا فاكرة إنها هي اللي عالجته من جروحه بقوتها. فطمنها على نفسه بإن هو اتعالج لما كانت هي نايمة، ولما حاولت إنها تطمن على كتفه بتتفاجئ بإن إيديها مجروحة ومربوطة، وده طبعا حصل بسبب إنها كانت بتشد في الأرض بقوة. فقال لها أزيف إنها اتصابت لما وقعت من على الحصان. وهنا قرر أزيف إن هو يقلقها عليه مرة تانية علشان إن هي تتعاطف معاه أكتر، وقال لها بإن مفعول الدواء بدأ يختفي والألم بيظهر تاني، وفعلا هي بتقلق عليه. فاستغل الفرصة وسألها إذا كانت هي هتسيبه وتبعد ولا هتفضل موجودة معاه، فأكدت له بإنها مش هتبعد أبدا لأنها هي سبب في اللي حصل له. فبيطمن وبيقول لها وهو سعيد إن هو بيكره إن هو يكون لوحده. في اللحظة دي بيتفاجئوا هما الاتنين بصوت ضجة بالخارج، ولما بيخرج إن هو يشوف إيه اللي بيحصل بيلاقي إنها إليسا اللي قالت له إنها هنا علشان تاخد جيا أختها. فبيتضايق جدا وبيفكر بإنها فعلا شخصية مزعجة، وحاول إنه يرفض وجودها، وقال لها إن جيا بترتاح، لكن إليسا بتبعده عن طريقها وبتصمم تدخل لها. فبيمد هو رجليه قدامها علشان يوقعها، وفعلا هي بتقع بداخل غرفة جيا. وبعدها بيقول لها هو بيبتسم بلقم حاول إنك تكوني حذرة أكتر من كده، وطبعا هي بتكون متغاظة منه جدا. وبعدها مدلها إيديه وساعدها تقف، وسألتها جيا عرفتي إزاي بإني موجودة هنا. فاتصدمت إليسا بمجرد ما شافتها لأنها لقيتها بدون فستان، وجرت عليها وغطتها بالخطأ، وسألتها ليه مش مرتدية فستانها. فبتتفاجئ جيا بنفسها بإنها فعلا مش مرتدية الفستان، واتسألت إذا كان أزيف اللي عمل كده، وبدأت تترعش من الخوف من إن هو يكون شاف العلامة اللي عندها، ووقعت على الأرض. فصارت إليسا على أزيف وسألته ليه أختها لابسة كده، فأكد لها أزيف بإن كان هدفه الوحيد التأكد من إنها ما عندهاش أي إصابات. فسألته بطريقة إذا كان هو فقير لدرجة إن هو ما عندوش أي ملابس تانية يقرضها ليها، وإن هو كان المفروض يرسل لها لأنها هي أختها الوحيدة. لكن أزيف استهتر بكلامها وقال لها إن هو دايما بينساها لأنها مش بتشبه جيا غير في المظهر وبس، ولأنها دايما بتهاجمه زي الطور الغاضب. فبتتضايق إليسا من كلامه وبتنفعل، فطلبت منهم جيا إن هما يتوقفوا لأنها لسه مرهقة. فبيعتذر لها أزيف إن هو ضايقها، فاتدخلت إليسا وحاولت إنها تبعدها عنه، وطلبت منها إنها ترجع معاها للمنزل. لكن جيا طلبت منهم إن هما يعتذروا لبعض، بس إليسا رفضت ووبخت أزيف واتهمته بإن هو السبب في الأذى اللي حصل لها، وبإن هو شخص وقح ومنحرف، وسابتهم وخرجت. لكن جيا لحقتها وقالت لها إن الماركيز أزيف اتصاب بشدة بسببها هي، وإنها ما تقدرش تسيبه وتمشي، وطلبت منها إنها ترجع للمنزل لوحدها، وأكدت لها بإنها هترجع لها في الليل، وفكرتها بإنها لازم تعتذر لأزيف. وفعلا هما الاتنين بيعتذروا لبعض، ومشيت إليسا وفضلت جيا إنها تراقبها من النافذة. وبيكون أزيف سعيد لأن جيا فضلت البقاء معاه هو، وبيفكر وهو محتار ليه لما بيكون معاها بيكون حاسس بالعجز، ولما بتلاحظه جيا بتخاف عليه وبتسأله إذا كان هو لسه مريض. فجأة مسك أزيف إيديها وقربها منه، وقال لها إن هو خايف ومش عارف يوصف خوفه، وإن هو مش عاوز يخسرها، وطلب منها إنها توعده بإنها مش هتسيبه أبدا. فبتترعش جيا وهي بتفكر بإن هو شخص يبان عليه إن هو قوي، لكنه في الحقيقة قلبه زي الأطفال. وصرخ فيها أزيف بخوف، وسألها إذا كانت هي هتكون شريكته في الحفلة ولا لأ، بس هي بتكون مش قادرة تجاوبه وبتتجنب حتى إنها تبصله. وبعدها ولما بتكون لوحدها بتفكر وهي حزينة إنها في الأساس وصلت لعنده علشان تبلغه بإنها بترفض إنها تروح معاه، لكن قلبها ما طوعهاش، واتسألت هل العلامة دي ظهرت عندها بالغلط، وفضلت إنها تخربشها بإيديها على أمل إن العلامة تختفي. وأمر أزيف ألمور بإن هو يجهز لهم العشاء، وبيلاحظ ألمور بإن مزاج سيده اتغير بعد ما تقابل مع الأنسة جيا، وبالرغم من إن هو لسه بيتكلم ببرود لكن طبعه الحاد بدأ إن هو يتغير ويلين.
ولما بيكونوا بيتعشوا بتلاحظ جيا إن أسيف متوتر، فتسألت إذا كان قلبه اتحرك ناحيتها وهل في الحالة دي العلامة ممكن تتغير. أما هو فبيفكر في إحساسها هي ناحيته وهل يسمح لنفسه بحبها ولا لأ. وهنا فاجأته جيا وقالت له إنها موافقة إنها تكون شريكته في الحفلة، وفكرت بإنها مش هتقدر تبعد عنه وإن العلامة مش هتغير تفكيرها أبدا. وبيكون أزيف مش مصدق اللي هي قالته، بس هي أكدت له إنها هتروح معاه للحفلة، فبيفرح جدا وبيشكرها، وقال لنفسه إنها أكيد هتكون ملكه هو وبس. وبيقول لها بإن هو جهز لها هدية وبياخدها علشان يوريها لها، فهي قالت له إنها ما حصلتش على هدية أبدا قبل كده، وإنها هي كمان هتجهز له هدية في المقابل. وبتتفاجئ جيا جدا لما بتشوف الهدية قدامها، وبتلاقي إن هو حصان أبيض وجميل، وبيعرفها أزيف عليه بإن هو اسمه ألتيك، وسألها عن رأيها في هديته. فبتقرب هي من الحصان وبتلمسه وبتكون سعيدة بيه جدا، وقالت له إنها مش بتعرف تركب الخيل، فطمنها بإنه هو هيعلمها بنفسه، وأكد لها بإنها مش هتقع تاني أبدا. وعرض عليها بإنها تختار له اسم جديد، فقررت إنها هتسميه إيزي. ففهم أزيف إنها اشتقت الاسم من اسمه هو، فحست جيا بالخجل، وهو كان سعيد لأن بكده كل مرة هي هتشوف فيها الحصان هتفتكره. وهنا طلب منها إن هو ياخدها لمنزلها لأن الليل قرب يحل، وبيتمشوا مع بعض لغاية منزلها. وشكرها أزيف على زيارتها ليه، وقال لها إن هو خايف إن هو يفتح عيونه في وقت من الأوقات وما يلاقيهاش موجودة وتكون اختفت من حياته، بس أكد لها بإن هو هيكون دايما في انتظارها. فبتحس هي بالخجل وقلبها بيبدأ ينبض. وفجأة طلب منها إن هو عاوز يعمل شيء وإلا قلبه هيحزن، وقرب منها بسرعة وهي كانت خجلانة جدا وفضلت تترعش، بس هو طمنها وطلب منها إنها تفضل تبتسم دايما. وفكرت جيا بإنها لازم تقوله على العلامة اللي عندها، وإنها هي دي فرصتها للكلام، وإنها لو خسرت اللحظة دي فهيخرج الأمر عن سيطرتها وهتحبه أكتر وأكتر. بس لما حاولت إنها تتكلم ما قدرتش، وقالت لنفسها إنها عاوزة تكون معاه وإن أكيد العلامة هتختفي، بس اتشجعت تاني وقررت تقوله. فجأة في اللحظة دي بتسمع صوت بينادي عليها، وبتلاقي إن هو والدها، فبيقدم له أزيف التحية. وسأله الضوء إذا كان هو كان مع بنته طول اليوم، فأكد له أزيف إن جيا ما كانتش بحالة جيدة وإن هو كان بيساعدها. فبيتضايق الدوق جدا لكنه بيخفي ده، وشكره لأن هو وصل بنته للمنزل، وبعدها طلب منه الذهاب لأن الوقت متأخر، وبدأ إن هو يتحرك وأمر جيا إنها تتبعه. وفعلا تبعته جيا وودعت أزيف وشكرته لأن هو وصلها. ولما مشيت مع والدها فضل أزيف واقف وبيبص لها وهو بيفكر بإن هي أصبحت بالنسبة له الشخص الوحيد اللي بيخليه قادر يتنفس في العالم القذر ده اللي هو عايش فيه، واتمنى إنها تملاه بالعاطفة اللي باينة في عيونها. وقال لنفسه بتحدي إن هو مش هيسمح أبدا إنها تكون لراجل غيره. وبتوري جيا لوالدها الحصان اللي أهداهولها أزيف وكانت سعيدة، لكن هو كان باين عليه الضيق، وسألها عن سبب إصابة إيديها، فقالت له إنها إصابة خفيفة لا تذكر. وسلمها والدها قلادة وقال لها بإنها هتقدر من خلالها تتعرف على شريكها المقدر، لأن القلادة لونها هتتغير وهتظهر علامة شريكها. وطلب منها إنها تتوقف عن مقابلة أزيف لأنها لازم تتقرب من شريكها الحقيقي. فبيبان الحزن على جيا، فقال لها والدها إن هو عارف إن الماركيز أزيف بيتمتع بالقوة والقدرة ومفيش شيء بينقصه إن هو يكون شريكها، لكن في النهاية الماركيز أزيف هو اللي هيتألم بسبب عطائها نحوه. فسألته جي إذا كان ممكن العلامة اللي عندها تتمسح، لكن هو أكد لها بإن العلامة بتكون ثابتة، وقال لها بإن مشاعرها مؤقتة وإنها هتنساها بعد فترة. وبلغها بإن هما في حفلة الكورديس لو ما قدروش يتعرفوا على شريكها فهيضطر إن هو يبلغ العالم عن علامتها. فبتخاف جيا جدا وبتحس بالذعر، وأكدت له بإنها مش مهتمية بالأمر وبدأت إنها تبكي، وقالت له إنها بتحب أزيف وإن مشاعرها حقيقية تجاهه، وتوسلت له إن هو يمنحها الوقت وما يستعجلش. ولما بتكون جيا في غرفتها بتفضل تتساءل هل هي شخصية حقيقية، لأن في الرواية اللي هي قرأتها ما كانش فيها شخصية اسمها جيا. وافتكرت مشهد حريق منزل أزيف، وإن والدها هو اللي حرقه، وإن الطفل أزيف لما شافهم حاولوا إن هما يمسكوه بس هو هرب منهم بسرعة. وفكرت بإن لو والدها عرف بإن الطفل ده كان أزيف فأكيد هيتخلص منه، بس حاولت إنها تمنع نفسها من التفكير بالطريقة دي. ودخلت عليها سيا خادمتها وعرضت عليها إنها تساعدها إنها تغير ملابسها، بس هي رفضت علشان هي ما تشوفش علامتها. وبلغتها سيا بإن مية خادمتها الأخرى غادرت لأنها حصلت على فرصة عمل أفضل، وبعدها استأذنتها المغادرة. ورجعت جيا لحزنها واتمنت من علامتها إنها تختفي. فجأة بتظهر جيا وهي بتعتذر لأزيف لأنها مش هتقدر إنها تكمل معاه، وإن هو أكيد هيقابل فتاة تانية أفضل منها، وقالت له إنها مش بتحبه. يا ترى هي صدمته وعملت معاه كده ليه؟ ويا ترى هو نفسه هيكون رد فعله إيه؟ ده اللي هنعرفه في جزءنا اللي جاي بإذن الله. يا ريت تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. سلام.